إذا أيها السيدات والسادة نستمع إلى عزف النشيد الوطني الجزائري. مشاهدينا الكرام، الآن سنستمع إلى عزف النشيد الوطني المغربي. أجواء جميلة جدا هنا بمدينة الرباط. 19 مورغان كيني، رقم 20 عمارة ولاد ابراهيم، 21 عميدة المنتخب الجزائري وهي دافور باريل، ورقم 22 فهناك لانا ليليسبت اوراغي، لاعبة اللي كتلعب في الدوري الفرنسي بالضبط في استاد ريمس الفرنسي. الحكمة الكاميرونية هي من ستقود هذا اللقاء. ملعب مولاي الحسن المستضيف لاحداث هذه المقابلة وايضا الانتظارات ممكن نقول بانه كبيرة جدا لمتابعة اللقاء اليوم، مباراة اليوم. بالتالي اللقاء نتمنى انه يكون موفق من جانب لاعبات المنتخب الوطني المغربي. ضربة البداية غادي تكون من جانب لاعبات المنتخب الجزائري. ينطلق العد العكسي لانطلاقة المقابلة، وبالفعل تأتي الصافرة وينطلق هذا اللقاء وينطلق طموح المنتخب الوطني المغربي بالتعامل مع المنتخب الجزائري. قلت على انه لصالح الحارسة الجزائرية، وامامنا كنشوفوا هنا اليمينة نكاسي تحترف في الدوري الفرنسي في مونبولييه الفرنسي. كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي. نايلة بنزينة، لاحظوا التمرير، جبال الكيفية مباشرة إلى خارج الخط الجانبي الملعب. كنا كنتحدثوا على حنان الحاج وهي عميدة المنتخب الوطني المغربي. نذكر بأنه المنتخب معا لم يتلقى أي منتخب أي هدف في هذه الكأس الإفريقية، وبالتالي فعلى مستوى التغطية الدفاعية فكل منتخب يحافظ على نظافة شباكه إلى حدود اللحظة. في الوقت اللي ترسل الهجومي المنتخب الوطني المغربي تمكنات من زيارة الشباك في 4 ديال المناسبات، مع تألق كبير لسكينة أزراوي في المقابلة الماضية. طبعا بالنسبة للمنتخب الجزائري فنحن نتحدث أيضا على تسجيل 2 ديال الأهداف. ضربة خطأ، كرة ثالثة من مارين دافور وهي عميدة المنتخب تحترف بإنجلترا.
كره من جديد الجهه اليمنى، محاوله ديال الانسلال. ليديا بندريس عادت للخلف. اكرام الجابي. لاحظوا التمرير في العمق، بناء عمليه هجوميه بعيده الكيفيه ولكن مباشره صوب حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي خديجه الريشي. مع كرة قدم للسيدات المغربية. لاحظوا سكينة أسروي تمر بجبارة، تمر من الجهة اليمنى في محاولة للمراوغة ومواصلة اللعب على مستوى الخط الأمامي. فرصة محاولة كتمشي عند حارسة المنتخب الجزائري وهي الحارسة يمين الكاسين اللي تمكنت من إيقاف الكرة الماضية وتحويل المسار ديالها تحديدا. كانت تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء، كانت فرصه من الفرص المتاحه. هذا فريد بن ستيتي. لاحظوا بان هناك تدخل مرابط تحصل على مخالفه. الكاميرونيه تراقب ما يحدث على مستوى رقعه الملعب. اول بطاقه صفراء تاتي، المسك واضح وتدخل من الخلف كيجي للاعبه رقم 12 تحديدا اكرام جابي. اذا تتلقى اول بطاقه صفراء في المقابله. لاعب بلو هافر الفرنسي. بدايه تاتي بهذا الشكل في الوقت اللي فريد بن سيتي كنشوف بانه كيعطي التعليمات ديالو للاعبات المنتخب الجزائري الحذر، الركون للخلف، العوده للخلف لتكميل المنطقه الدفاعيه. كانت عنده تجارب سابقه مع فريق اولمبيك ليونس الفرنسي للسيدات، كحقق مع مستويات لا باس بها. اذا تيبان كيفيه محاوله لعب الكره في العمق. رجعت مره اخرى لصالح المنتخب الجزائري خاصه على مستوى الشق الدفاعي. ضغط كبير من عناصر المنتخب الوطني المغربي في محاوله لعب دائما في المكان وفي الجهه اللي كتواجد فيها المنتخب الجزائري. صعود سكينه الأزراوي من الجهه اليمنى، المسانده ديال مرابط في الخلف. بالاضافه الى ذلك كنشوفوا ايضا الانطلاقات اللي كتجي من بالتالي الضغط على حامل الكره عامل من العوامل اللي كتخلي المنتخب الجزائري ولاعبات وتحديدا لنا وراغي انها تخرج الكره الباطيه. كره من جديد، محاوله عمليه هجوميه، فرصه ديال التمرير كترجع عند ياسمين مرابط عند حنان ايد حاج. محاوله تسديده ولكن الى خارج رقعه الملعب. كره خط وسط، زيد بردواني دراس رجعت مره اخرى عند سكينه أزراوي. سكينه وسط ثلاثه ديال اللاعبات تحاول تمرر، ما مراتش الكره، رجعت مغربيه، ضغط كبير لاعبات المنتخب الوطني المغربي عن طريق ابتسام جريدي. تمريره اعتقد لمسه يد. الحكمات الكاميرونيه تقول وسط اللعب. كره تعود لتكون جزائريه عن طريق لينا بوصحه. لينا كونترول ممتاز. يلا سكينه تمريره عرضيه جانبيه بالراس، تغطيه دفاعيه. المنتخب الجزائري الذي يتموقع في الشق الدفاعي. حنان ايد حاج حصل كره كش جيد، ومع ذلك مازال بالضغط. اذا سقوط على رقعه الملعب. سي تي اف سي اللاعبه من مواليد 1994 وهي عميده المنتخب ماري دافور. كره بهذه الكيفيه الجهه اليسرى، محاولة ايقاف هذه التمريره العرضيه. بالفعل عادت من ياسمين مرابط. قبل ذلك اعتقد بانه كان تسلل بالفعل. اشاره ديال الحكمه الكاميرونيه علي ماري نويل. هذا المدرب اللي تحدثنا عليه منذ لحظات. تم استقطاب اذا الخبره ايضا الفرنسيه للمنتخب الجزائري. نشوف هنا كره في خط الدفاع، محاوله البناء بهذا الشكل ومحاوله ممتازه. محاوله من مسودي تنطلق. سلام ماذا تفعل؟ تحافظ على الكره. لعيبه سريعه تبحث عن تمرير، ما تمكنتش من التمرير في الوهله الاولى. رجعت عند مرابط امام ثلاثه ديال اللاعبات. ضاعت الكره. لاعبات يبحثن من اجل تسجيل. كنترول ممتاز. يلا سكينه تعبر. سكينه تبحث عن تمرير عرضي ممتازه. سكينه مراوغه دخول داخل منطقه الجزاء. سقوط. الحكمه الكاميرونيه تقول وصلت اللعب في الوقت اللي هناك اصرار يجب دائما الضغط على حمل الكره. تستمر مرابط
القيام بهذا الامر على ما يبدو. ايقاف اللاعب، نتمنى ما تكونش اصابه مؤثره اللي تاخذ لنا الوقت كثير. غادي نشوفوا ماذا وقع. ساكنه أزراوي محاوله ديال المرور امام جوج ديال اللاعبات. لاحظوا بانه ساكنه أزراوي قامت بالمطلوب، محاوله ديال المرور امام جوج ديال اللاعبات. فالقرار هنا من الحكم، الحكم الكاميرونيه، اكيد انه اذا صفرت على خطا ما كاينش اللي غادي يناقش هذا الامر، ولكن شوفوا الوضعيه، محاوله ديال الاختراق والمرور امام جوج ديال اللاعبات. فكانت الوضعيه الماضيه. لاحظوا فريد لم يتقبل عمليه المرور الماضيه. ساكنه أزراوي عندها مهارات جميله وشديده تخليها انها تكون الافضل على مستوى الشق الهجومي مقارنه بالدفاع اللي شفنا. مهم جدا دور الجمهور الذي يتابع هذه المقابله ويتابع هذا اللقاء والمؤازره الكبيره اللي كتجي للاعبات على مستوى رقعه الملعب. كره من نقاش نايله بن زينه عند زينه رضواني مسودي كتلعب الكره في الخط الامامي. مسودي مرور ممتاز. يلا مسودي محاوله تمريره عرضيه جانبيه داخل منطقه الجزاء. رجعت مغربيه، محاوله تسديده بامكانها انها تقدم الاضافه، ولكن ضاعت فرصه مواتيه للتسجيل امام مسدده لاعبه المنتخب الجزائري ايناس بلومو. شكون اللي هاجم بزاف؟ المغرب. مخالفه تقول الكاميرونيه. بحال ما كاينش شي شكل، ولكن هناك التغطيه. لاحظوا الانطلاق اللي كيجي من جانب لاعبات المنتخب الوطني المغربي، لانه هناك ضغط على حامله الكره. تحدثنا على المجموعه الاولى والثانيه، ما نساوش ايضا وصامبيا اللي فازت على المنتخب المصري ب 6-0. ما نساوش بان نيجيريا فازت على راس اختار جوج 0، والكاميرون فازت على مالي بجوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد. خلينا نشوفوا الان هذه الكره وبعد ذلك نرجعوا للمعطيات. تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء راسيه، لا تزالت حنان اي حاجه تسديده ممتازه، ولكن التغطيه ديال الدفاع رجعت مره اخرى الكره. والحكم ماذا تقول؟ ضربة مرمى. شوف انه ضربة مرمى لصالح المنتخب الجزائري. حنان ايد حاج نحاولوا هنا بزاويه مغلقه. ايد حاج تمريره داخل منطقه الجزاء، رجعت مره اخرى مغربيه. يلودي نقاش تمريره في العمق في اتجاه ازرق. كوثر يجب البحث من اجل الدخول داخل منطقه الجزاء. يكون بذلك الامر صعب بالنسبه للخصم. كان دابا في العشيه داك اللي دخلوا كاع السبته ما خرجوش. هذه بلومو انا طلع لي حبيبي هاد العشيه ديال هاد العشيه كره خط وسط. هناك خطا، مخالفه واضحه. لاحظوا التموضع ديال الحكم الكاميرونيه ما بعيداش كثير. اذا انتم تتابعون هذا اللقاء في الجوله الثانيه، لقاء ضمن المجموعه الاولى دور المجموعات اللي فيه المنتخب الوطني المغربي، المنتخب الجزائري، منتخب السنغال ومنتخب كينيا. حنان ايد الحاج كتلعب كره داخل منطقه الجزاء بهذه الكيفيه، محاوله ممتازه وهناك تصدي. تواجد كازي في مكان مناسب. مسودي او تسديدات عامه من كل منتخب. تفاعل جميل، متابعه في المدرجات، حضور رائع ومواكبه لكره القدم للسيدات، كره القدم الافريقيه، والحضور للمنتخب الوطني المغربي للسيدات في هذه المشاركه. كره في تماس. العبور عن طريق امينه ولد ابراهيم، تحترف بالدوري التركي، طرابزونسبور التركي. كرة في تماس. زين بردوني 25 دقيقة تقريبا اللي انقضت على الزمن الشوط الأول إلى حدود اللحظة. مخالفة للمنتخب الوطني المغربي.
فتره من فترات كان الاندفاع قوي، الشيء اللي خلانا اننا نشوفوا اللاعبات الجزائريات لم يغادرن منتصف الملعب. الان بدينا كنشوفوا الانطلاق بعض الشيء نحو الامام في محاوله الحصول على حلول. كرة في خط الوسط، محاولة ديال نسينا المشي اليسرى مقطوعة. الكرة كتكون ديالنا وكيضيع. كترجع عند حنان عيد حاج، خرج كرة من هذه الوضعية صوب سكينة أزراوي بعيد على الكرة. هذا الشيء اللي كيخلينا أنا نشوف الكرة في التماس. فريد بن السيسي اللي ساهم حرف في الرفع في المستوى الفني والتنظيمي للمنتخب الجزائري، يحاول ما امكن يعطيهم معطيات، وبالتالي شوني مران ضيف لينا بوساحه، ايضا العديد من اللاعبات المشاركات الان. هذه في اطار عين على الخصم الذي يواجه المنتخب الوطني المغربي. نبقاو مع هذه الكرات، كره مغربيه سوش دور كبير اللي كيقوم به فريق الجيش الملكي على المستوى التكويني والتأطيري تمريره بهذا الشكل، ولكن قبل ذلك اعتقد انه كان تسلل. انسلال من مسؤولي الى ابتسامه لا تفعل المراوغه ومحاوله الاختراق والدخول داخل منطقه الجزاء، لكنها لم تفلح في ذلك، ولكن حققت ركنيه على يمين الحارس. كره ثابته، حل من الحلول في عالم كره القدم. صعود اللاعبات اللي عندهم طول القامة. عتيق تسلم باقي اللاعبات إلى مريم عتيق لاعبة فريق الفتح الرياضي داخل منطقة الجزاء. مرابط إيلودي نقاش تساعد للتعامل مع هذه الكرة. نجمة سيرفيو جنيف، لاحظوا التكتل داخل منطقة الجزاء. كرة في ركنية تنفذ عرضية بهذه الكيفية، ولكن مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. عرضية تسديدة قوية وخارج رميشي في المكان المناسب. كل هدوء، لاحظوا الطريقة ديال إيقاف هذه الكرة من خارج رميشي، تعطي الثقة للاعبات المدافعات وتأكد على أنها حاضرة بقوة في هذه المواجهة في هذا اللقاء. نايلة بنزينة، عتيق مريم، لعبت كرة أمامية بعيدة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. تمريرة في العمق ومباشرة صوب الحارسة خديجة رميشي. الشيء اللي كنشوفوه الآن بالتالي إيناس بلومو تحصل على بطاقة صفراء. سكينة أزراوي معروف عليها المهارات ديالها والسلالات ديالها من الجهة اليمنى للمنتخب المغربي. لاحظوا تدخل واضح، مخالفة واضحة في الوقت اللي كانت عملية هجومية بهذا الشكل. أزرف، كوثر، عتيق، مريم، نهيلة بنزينة، مجموعة من اللاعبات يبحثن من أجل الاختراق داخل منطقة الجزاء. تمريرها بهذا الشكل، محاولة بهذه الكيفية، تغطية من الدفاع، عادت مرة أخرى لتكون ربيع نهيلة كتهيأ نفسها تسديد ما تمكناش. حنان عيد حاج مراوغة، تمويه جسدي، حنان تمرر، انسلال بهذا الشكل ما مراتش، رجعت مرة أخرى وتدخل الحكمة الكاميرونية. حنان عيد حاج كنشوف بأنه تدخل في إطار مشروع مع توجيه بطاقة صفراء لحنان عيد حاج. توجيه بطاقة صفراء لحنان عيد حاج. لا أعتقد أن التدخل الماضي كان يحتاج الإعلان عن بطاقة صفراء. غادي نشوفوا الإعادة. شوفوا هنا تدخل من هذه الزاوية، حنا نشوف بأنه تدخل في إطار المشروع، ولكن شنو
ونشوف انا انطلاقه سكينه غتمرر الصعوبه على مستوى التمرير، ولو انه كان خطا الحكم الكاميرونيين لم تحرك ساكنه. لا تزال كره مغربيه. ياسمين مرابط تختار تمريره في العمق في اتجاه مسودي، ضاعت، رجعت مره اخرى للمنتخب الجزائري في الدفاع. حذاري من مرور الكره، سواء بسهو او عدم انسجام او عدم حوار، لانه الحديث ما بين زينب بردواني سناء مسودي كتمكن من الكره، تمرير في خط وسط، بحث على النقاش، ضاعت منطقه الجزاء، لكن تغطيه ديال الدفاع. حنان ايد الحاج، تمريره عند ازراف، عادت السكينه ازراوي، مرابط، خديجه رميشي كتستلم الكره ديالها. لاحظوا الانتشار على رقعه الملعب. عمليه هجوميه الان مغربيه في محاوله البناء عن طريق سكينه ازراوي. سكينه تحافظ على الكره، مشى اليمنى، سكينه كتراوغ، تمرير ممتاز. ازراف، يلا ازراف تمريره في العمق، محاوله داخل منطقه الجزاء، صوب مسودي، ولكن الاقرب تواجد حارسه المرمى. سكينه ازراوي، محاوله ديال التمرير ما مراتش. يلا سكينه المره الثانيه بامكانها ان تمر، محاوله اخراج الكره هذا كما فعلت، عادت مره اخرى عند ايلودي. نقاش كاميرونيا لم تحرك ساكنا ويستمر هذا الحوار. كرة في دفاع، إكرام الجبي، الجهة اليمنى، لينا بوصحة، روسيلين خزامي، بلومو حاولت أن يساعد أكثر ابتسام جديدة أنها تقدم نفسها بصورة أحسن وأفضل. تدخل ومخالفة. الشيء اللي قلنا هو أنه التمرير في الوقت المناسب يساعد أكثر. تدخل على الكرة، لكن هناك سقوط. كرة كتنفذ داخل منطقة الجزاء، تماس للاعبات الجزائريات. نشوفوا هذه المره ننطلق من الجهه اليسرى، لانه الجهه اليسرى فيها زينب بردواني، فايضا سناء مسودي، وبامكان ممتازه زينب بردواني كتمكن من الكره ديالها، قامت بالتمرير في اتجاه ازرق كوثر، تمريره المسودي كانت باقيه بعض الشيء، ولكن مسودي امام جوج ديال اللاعبات ما تمكنتش من الحفاظ على الكره ديالها، تقاوم. وقبل ذلك اعتقد ان هناك حققت القاب مهمه جدا، سواء على الدوري المحلي او الاحترافي، وايضا مزونه في كاس العرش، وشاركت ايضا في الكؤوس. عمليه هجوميه من الجهه اليمنى لصالح المنتخب الجزائري، ضاعت بسودي في مكان مناسب، تمكنت من الكره. كاينه مخالفه واضحه. سناء مسودي قيام بتغطيه 3 دقائق، اذا اضافت الحكمه الكاميرونيه. ازراف، مراوغه جيده، رجعت عند سناء مسودي. هذه بدايه ديال العمليه الهجوميه ربما تكون موفقه. زينب بردواني سريعه، ابتسام جريده كتلعب كره في الخط الامامي، تستلم ابتسام غادي يدخل داخل منطقه الجزاء. ابتسام في محاوله ديال التمرير، ولكن انقاذ الموقف كيجي من الدفاع، والكره في الركنيه الان. يلا كوثر، كرة في ركنية تنفذ داخل منطقة الجزاء، محاولة للراس، فرصة من نويل بن زينات، تسديدات، وإذا كان بالإمكان تسديد في الأولى. هيئات نفسها، هيئات الكرة حاولت أن تسدد
لكن تغطيه ديال الدفاع، كره في الركنيه، هناك لمسه يد اللعبه داخل منطقه الجزاء. شوفوا هذا من زاويه اخرى، اختطاف الكره باليد، لاحظوا من زاويه اخرى. ابتسام محاوله تمرير او المراوغه اكثر. لاحظوا بانه الحفاظ على الكره جاء من جانب المنتخب الجزائري، وبالتالي كيحصلوا على ضربه. ومزينه بردواني، هذه تمريره في العمق، محاوله هجوميه، سكينه ازراوي، سكينه دخول اختراق داخل منطقه الجزاء، كتراو جوج ديال اللاعبات تهيئ نفس التسديد. سكينه ازراوي لا تزال المحاوله مستمره، ولكن ضاعت فرصه مواتيه. سكينه ازراوي، لاحظوا الاختراقات ديالها الاسرع، كتمكن الكره زين بردواني في المسانده. سناء مسولي كان بامكانها انها تمرر. اذا ضربه خطا، كره ثابته، تسديده قويه صوب خديجه رنيشي بكل ثقه بكل هدوء. ماضيه، وتسديده الماضيه اللي جات من اقدام اللاعبه مارين كافور مثل هذه. لاحظوا رنيشي كانت في المكان المناسب. كرة قدم السيدات تأطير الكرة صوب الخشبة الثلاث بشكل تهديد حقيقي. لذلك نتمنوا يتم التعامل مع هذه الكرة من لاعبات المنتخب الوطني المغربي. ياسمين برافات كتخلي الكرة لأزرف، كوثر أزرف للاعبات FC برشلونة، ما خدش مسافة كبيرة خلف الكرة، الشيء اللي كيخلي انه الاحتمالية ديال انها ترفع كرة داخل منطقة الجزاء. غادي نشوفوا أزرق كترفع كرة داخل منطقة الجزاء لمحاولة بالراس أمام سكينة أزراوي، تحضير تسديدة من أزرق، تدخل خلى أنه أو حال دون انطلاق عملية مرتدة، هجمة مرتدة. كوثر أزرق إذا تحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل في حق إينا، حاولت أنه تمشي للكرة، تلبس الكرة أولا ولكن غير محظوظة في اللقطة الماضية. إذا تحصل على بطاقة صفراء. لاحظوا التسديده والثقه في النفس ديال خديجه رميشي، وكيفاش انها تصدات للكره الماضيه. 20 دقيقه متبقيه على نهايه هذه المقابله، النتيجه 0 مقابل 0. كاس تمريره عرضيه وخديجه رميشي في المكان المناسب. الشباك، العوده ديال سناء مسودي، تايمين ما كانش مناسب. انتظروا نايلة بنزينة، هذه محاولة مخالفة إذا لصالح المنتخب الوطني المغربي، مخالفة لصالح المنتخب الوطني المغربي. شوفوا هنا حصر الكرة، هذه كرة ماذا تقول الحكمة لصالح المنتخب الجزائري، لصالح المنتخب الجزائري. مورغان إيكين لقاء عنده خبرة فرنسية، يتم الاستعانة بها. غزلان الشباك، غزلان الشباك ترفع كرة داخل منطقة الجزاء، راسية مسودي، سناء مسودي برأسها مباشرة، والحارسة يمينة نكازي تتمكن من إيقاف هذه الكرة. الحكم المساعدة سناء زين بردواني، تمرير مخالفة. زينب أردواني تحصل على المخالفة أمام إيناس بوطالب. شوفوا لنا التمرير، سناء مسودي خذت الوضعية جيدة. سكينة أزراوي المراوغة، يرى سكينة تمر تعبر تدخل داخل منطقة الجزاء، تمريرة ممتازة، محاولة لإتمام هذه الكرة إلى أزراف مرابط إلودي النقاش عند زينب أردواني كترفع كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن فقط لا أقرب حارسة المرمى يمينة. ضائعة من زينب أردواني، تمريرة عرضية، إبعاد للخطر.
ابعاد لهذه الكره الى خارج خط. لا تزال الكره مغربيه. سكينه أزراوي، سكينه بمهاراتها، تمريره عرضيه جانبيه، محاوله داخل منطقه الجزاء. مسودي نتوقع انه تلمس الكره براس، ولكن الكره ديالها نسبه امتلاك الكره 52% للمنتخب الوطني المغربي. أزراف بحث عن المرتد السريع. هذه الكره من مرابط زين البردواني، انطلاقه من غزال الشباك. الكرات اللي كتفضلها غزال الشباك، مرور بحث عن تسديده، كره تمريره في العمق عند سكينه أزراوي. ما كاينش انسجام، صعيبه ولكن خارجه بشيء في المكان المناسب. تمكنت من الحق هذه الكره. نايلة بنزينة، انطلاق نايلة بنزينة، رجعت كره عند لاعبة المنتخب الوطني المغربي إيلودي نقاش. زينب أردواني، إيلودي نقاش، حول عن سكينة أزراوي، اختراق ممتازة سكينة. قليل من الحظ كان بإمكان غزال الشباك خلف الكرات الثابتة. غزال كترفع كرة داخل منطقة الجزاء. حنان أيد حاج ترفع كرة ممتازة، فرصة جميلة، جول في الأنفاس الأخيرة. هدف جميل، حنان أيد حاج كترفع كرة داخل منطقة الجزاء، وسلام سودي في إتمام العملية. لم تتبقى إلى 6 دقائق ويأتي هذا الهدف الذي أتى بهذه الكيفية وبهذه الصورة داخل منطقة الجزاء. نعم، سلام سودي وفرحة كبيرة والجماهير السعيدة. 1-0 مغربية في شباك جزائرية في مقابلة ثانية في دور المجموعات ضمن كأس الأمم الأفريقية للسيدات. فرحة الجماهير في المدرجات. شوفوا الكرة كيف لعبت من الركنية بين كيفية، ثم بعد ذلك صوب الجهة اليمنى. هنا حنان تنحاج في غياب التسلل، في غياب كل شيء. هنا القادمة، هنا السريعة، هنا من تمكنت من التموضع في المكان المناسب، بل ووضعت الكرة في المكان الجيد المناسب. هدف واحد مقابل لا شيء، وسناء المسودي تضع الكرة في الشباك متواصل الى غزلان. اختراق دخول داخل منطقه الجزاء، ولكن ضغط الكره غزلان الشباك. مثل هذه الكرات في هذه الوضعيه لاعبه مهاريه، من الصعب انك تاخذ الكره. كره من شرب سير بردواني ضائعه الجهه اليمنى، محاولات جزائريه من الجهه اليمنى من بوطالب ضائعه لسناء المسودي. يلا سناء رغم المخالفه. هنا السقوط. أزراف كانت في وضعية كوثر، وضعية جيدة. 1-0 كأس الأمم الأفريقية السيدات على بعد أقل من 4 دقائق على نهاية هذه المقابلة. بإمكانه إذا يحمل المشعل بإضافة هدف آخر ينهي من خلال المقابلة المنتخب الوطني المغربي السيدات. هذه أزراف، هذه كوثر لاعبة FC برشلونة. كرة من سلام سودي براس، عادت مرة أخرى إيلودي نقاش برأسية. كرة في الركنية، 2 دقائق أو أقل من ذلك على نهاية هذه المقابلة. بنسبة مئوية كبيرة الآن سناء المسودي تسير لتكون أحسن لاعبة في هذه المقابلة. كرة جزائرية تنفذ في الركنية خارج الرميشي، صعيبة هذه، وتعود مرة أخرى. ضغط من الجهة اليمنى، بوطالب براس
ومباشره الى خارج رقعه الملعب. اذا ضربه مرمى. كل مريم كترفع كره داخل منطقه الجزاء عند مسودي. مسودي كان بامكانها انها تكون هي صاحبه الكره الماضيه، لكن كان من اجل المسانده. هاجر سعيد ايضا لاعبه اف سي باري. الى كره مغربيه في خط الوسط، انطلاقه عن طريق غزال الشباك، تمريره بهذه الكيفيه، محاولة الانطلاق ممتازة عملية هجومية، انطلاقة من ساكنة أزراوي من تمريرة ممتازة في العمق، محاولة هدف ثاني وكتضيع كرة